بسم الله الرحمن الرحيم. هنتكلم النهاردة عن أنواع أمر الشغل وأولويته. الورك اوردر بريوريتي. البريوريتي عندنا بتتكون من 5 مراحل أو أجزاء. بريوريتي 0 دي للطوارئ والضرورة القصوى. بريوريتي 1 العمل يتم في خلال أسبوع من التارجت ستارت. بريوريتي 2 العمل في خلال شهر. بريوريتي 3 العمل في خلال 3 شهور. بريوريتي 4 العمل في خلال أكتر من 3 شهور. لو اتكلمنا عن preventive maintenance الصيانة الدورية بتاخد بريوريتي 2 لأن العمل ده بيبقى بلاند مخطط وجاهز، وبنترك فرصة للقطاع المعني إن هو يتابع العمالة ويتابع الماتيريال في خلال شهر قبل بدء العمل. بالنسبة للبريدكتيف مينتنانس ممكن تبقى 1 أو 2 حسب طبيعة الاهتزازات وطبيعة الحالة اللي احنا وصلنا لها أو أهمية المعدة اللي احنا هنشتغل عليها. الكوركتيف مينتنانس بتبقى 1 أو 2 لأن ده عمل غير مخطط له ولكن ليس صيانة دورية، بس حسب حالة الاكويبمنت. لو هي هاي كريتيكال بتبقى 1، لو معدة عادية بتبقى 2. دايما بريوريتي 2 و3 و4 بيبقى للبلاند وورك، عشان كده مديلهم فرصة شهر أو 3 شهور أو أكتر من 3 شهور. الموديفيكيشن بياخد بريوريتي 2 و3 أو 4 عشان تعمل موديفيكيشن أو الأبجريد، لأنك محتاج اف سي بي أو أوراق وتصاريح ودراسات بتتم قبل ما تعمل الورك اوردر نفسه، قبل ما تنفذه محتاج اجراءات ورقيه طويله. البريك داون او الارجنت ايمرجنسي بيبقى بريورتي 0. طب ليه بريورتي 0؟ ايوه تمام، برافو. عشان البريك داون بيبقى موقف الانتاج، والصيانه بتحتاج انك توقف عمليه الانتاج او تؤثر على عمليه الانتاج، فبالتالي ياخد بريورتي 0 انها لازم تخلص في اقرب وقت وفي اسرع وقت. البريورتي 0 او البريك داون بيبقى there is not stand by unit، مفيش معدة اضافية او احتياطية، والاكويبمنت بيبقى هاي كريتيكال، بيبقى في حالة حرجة. يبقى بريورتي 0 وبريورتي 1 للان بلاند وورك، وبريورتي 2 و3 و4 للبلاند وورك. شكرا.